بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشني جدا من الفيديو اللي فات. يا احلى على في الدنيا، بحبكم في الله. ان شاء الله النهارده نتيجه كل نشاط وكل حيويه كده. يا رب يعجبكم. لو عجبكم شوفوا اللايك بيرفع الفيديو فضلا وليس امرا. واول مره تشوفوا قناه تبقى عجبتش ما تضم لعيلتي كده عشان تكبر بيك. واتضمت لعيلتي بقى شوفوا كومنت حلو زي كده عشان ارحب بيك. انا اسفه جدا على التاخير عشان والله كان عندي ظروف والحمد لله قدر الله ما شاء فعل. هنحكم معاكم في الفيديو ان شاء الله. بس تعالوا نشوف اول حاجه انا عملنا ايه. انا بقالي اكتر من 10 ايام من اول ما فرشنا الشقه بتاع الشتاء ما عملتش معاكم فيديوهات خالص. مسكت النهارده بقى عملت ايه. مسكته زي ما انتم شايفين كده. هنعمل روتين عميق في الصاله في الاوضه. اول حاجه شلت البطاطين. قلت حطيتها في البلكونه تشمس شويه وتتهوى. وانت عارفين ان الجو ساقع ولازم افرش يعني ايه. احنا طلعنا بطاطين عشان الجو ساقع عندنا جدا. في ناس ما طلعش بطاطين بس ممكن يكون بيتها في الشارع يعني من جوه مش على شارع رئيسي والجو ساقع وانا قدامي يعني ما فيش يعني حاجه. الجو ساقع وسكن عالي فاهمني. رحت انا بقى ماسكه اللهم صل على النبي كده. رحت قلت ههوي البطاطين. انا كنت بكلم ابني. مسكت هنا بقى مسكت قلت انفض بقى الشيش كده بتاع البلكونه من التراب. قلت المقشه كده قلت ما عنديش بتاع الرياشه ديت. رحت المقشه دي هتطلع التراب اي تراب كده عشان قلت هنضفه سهل جدا مش هياخد مني وقت ان شاء الله. زي انتوا شايفين مسكت المكتبه من فوق. رحت من برضك منفضاها بالمقشه كده. هنا كانت كتب بتاع عبد الله وسيد مبهدله ومكركبه زي انتوا شايفين. يجي يطلع كتب بيقلبوا الدنيا عليها وطيها زي ما انتوا شايفين. وما بيرتبوش حاجه يعني لو ما رتبوش زي انا برتبها فاهمني. هو بيرتبوها بس ترتيبهم مش مظبوط. هو مش مرتبينها بقى. مسكت انا رتبتها زي ما انتوا شايفين كده. آه، مسكتي بقى رصيت بقى كده سلاحات التلميذ لوحدها وكتب بتاع المثل لوحدها كده وكتب الدروس لوحدها. كل حاجه بحطها لوحدها زي ما انتم شايفين كده. كل حاجه لوحديها. هنا الفايل ده حاطه فيه كل الكتب بتاع المدرسه. هي بتشرح لهم في ورق وهم بيصوروه بيخلصوه يعني. وانا بروح حاطاه في الفايل. في الفايل ده يعني اللي بحطه فيه عشان العرب وحساب وعلوم وانجليزي كل الفايل دي بتصوير. وبروح حاطاها هنا في قلب الفايل كده انتوا شايفين كده. واروح مرتبه الكتب كده. صراحه هنا كنت تعبت ورجليها وجعتني من القعده ديت. رحت انا ماسكه بقى. قلت هي كتب بردك العيال الكبيره بردك مبهدلينها مش مظبطينها. قلت انا امسكها بقى عشان فيها ورق كده كتب يعني الورق اللي بتاع الامتحانات بيحطوه بردك مش مرتبينها. رحت قلت انا هرتب الكتب انا واظبط المكتبه. وانا هم كانوا سايباهم هم اللي بيعملوها بصراحه. انا قلت انا هظبطها. زي ما شايفين كده. رحت ماسكاها منضفاها كده اهوت مسح بشويه بالبخاخه دي اللي بقول لكم عليها. البخاخه ديت سحر ما بقدرش استغنى عنها بصراحه يعني. بحط فيها شويه كلور وشويه برس كلوروكس او نقطه فاهمني. وشويه بتاع اسمه ده بريل اوكسي بتاع غسيل الهدوم اي حاجه. تحطوا نقطه بردك شويه كده وبتزودوه ميه وبتمسحي بيه. صراحه بيلمع بيخلي الدنيا تحفه ويعقم ويخلي الخشب عندك بيلمع كده وبيبرق. مسكت لمعت كده المكتبه كده وظبطتها. وهنا رحت ماسكه بقى عماله ارتب في الكتب. هنا كان لسه بس عماله ارتب بسرعه. انا مسرعه الفيديو بس بعمل ارتب بقول لكم يعني. هنا حطيت تسليحات التلميذ لوحدها والكتب والمذكرات لوحدها. مهريه والله العظيم طالع عيني في المذكرات. كل شويه مذكرات. وهنا كنت برمي له اي ورق كان بيمتحنوا فيه انا كنت برميه. هم منحفشين الدنيا بيه. رحت قلت لهم انا هنفيه انا. شوفوا بقول لكم مذكرات. بصوا بدل المذكرات 2 و3 بصوا. رايحه جايه اجيب مذكرات والله العظيم في كل الجزء ده مذكرات. هنا الورق اللي كان بيمتحنوا فيه قلت لهم احسن لهم بيسمعوا تحريري وشفوي. هو كل ما يروح بيسمعوا التحريري. انا صراحه الورق ده قلت لهم لو مش عايزه ارميه مكركب الدنيا. بصوا يعني مطبقينه كده ومش حلو. وقلت لهم مش عايزينه ارميه. بصوا شفت هو وبشيله وارميه. ومسحت المكتبه بقى كده وهن وامسح المكتبه كده واروقها واخليها فل ان شاء الله معاكم. تعالوا اقول لكم اللي انا كنت اللي كان عندي بقى. كان اقول لكم اللي حصل بقى مع سيف ابني. حصل معاه الحمد لله قدر الله ما شاء فعل الحمد لله. سيف ابني كان تعبان وعنده احتقان في الزور وبرد ماشي. كان عندي علاج بتاع باباه مضاد حيوي ودواء برد ماشي. اديته منه. هو النوع العلاج ده بيتحسس منه. جسمه اتحسس منه. جسمه مش هو اصلا عنده حساسيه على صدره. بس هو العلاج عمل له حساسيه جلديه فاهمني. نطر في جسمه كله فقفيق في وشه. انا اتخضيت اول ما شفته. انا قلت له خد العلاج يا بابا كلفت نفسك عشان يعمل نتيجه. ده المضاد الحيوي عشان يعمل نتيجه. ده مزاجك بيوجعك ماشي. كانت الساعه 11 ونص بالليل. قلت له عشان الدنيا تظبط كده 10 دقايق بالظبط. وكان وسقيته مانجا ماشي. ما اعرفش بعديها على طول شرب. كان عاملين عصير مانجا وشرب مانجا ماشي. ال10 دقايق بالظبط بصيت لقيت عبد الله جاي يجري الحقيقه يا ماما سيف وشه كله احمر وتعاش فيه بسرعه.
رحت اجري، إيه يا ابني في ايه؟ بصيت لقيت وشه كله انخضيت، كله احمرار في وشه وودانه، فقفيفه جامده، عارفه الفقفيف جامده وكده، ومناخيره اتنفخت ووشه عمال يتنفخ، وايديه، ايديه لقيته اول ما ابتدى لقيته بوشه وايديه. قلت له خلاص يابا اغسل وشك كده ما اشوف في ايه. ما كانش مع حد معايا يعني، وقلت له اغسل وشك يابا اشوف الدنيا في ايه. لا لا لا، هلبس العبايه وخدته هو من غير، هو كان لابس كده خفيف، قلت له يلا، خدته معايا. رحت قلت اروح الصيدله اشوف يديله ايه اي حاجه، قلت العلاج ممكن عمل له تفاعل معاه، عمل له حساسيه ولا حاجه، قلت ايه اديله، يديله حقنه ولا حاجه. الصيدليه يعني تحت البيت، قلت اديله اساله يعني. قال لي لا اطلع بقى على اقرب مستشفى، كان مرشح لي مستشفى جنبنا يعني. بصراحه وانا ما كنتش ما اعرفهاش قوي، وكان الوقت متاخر جدا، وما كنتش واخده معايا اي حاجه يعني، كان قدامي بس 100 جنيه كده، ورحت واخداها واخداه والعلاج عشان اقول له ليه العلاج ده اللي اتحسس منه. خدت شرايط البرشام اللي كان واخدها وقلت عشان دي اللي متحسس منها. وقال لي الدكتور، قال لي روح على اقرب مستشفى، لازم نروح مستشفى عشان هيتعمل له محاليل على طول، عشان جسمه كان عمال يخرج فيها جامد. بصيت لي بقى جسمه كله في ثانيه، ده كله وانا ده كله وانا يعني في 10 دقايق، فاهمني؟ في على ما لبست بس كده وجيت لي بص بقى جسمه، لقيت جسمه وظهره ورجليه عمال يشوح محمره جدا وعامله فقفيق. بقيت طالعه اجري. ركبت على طول، رحت المستشفى. ايه، اول ما رحت المستشفى قالوا لازم لو دخلت باب الطوارئ قال لازم تملى استماره كده، لازم يكون في رقم بطاقه. انا معيش رقم بطاقه، مش واخده البوك، مش واخده اي حاجه، انا البطاقه محطوطه عندي في البوك على طول. بس انا ايه، ما من لهوجتي من على الولد ما خدتش اي حاجه معايا، ماشي، وما كانش حد معايا وفاهمني، وانا جيت على طول ايه، رحت على المستشفى على طول. اتصلت بابا، كان هو بابا كان في شغل، في سفر يعني، وما عرفتش، وما كانش معايا يعني، فاهمني؟ اتصلت بيه، خدت منه رقم البطاقه بتاعته. قلت له يعني على اللي حصل، بس ايه، ما قلت له بس هاخد رقم البطاقه وبعدين هحكي لك ايه اللي حصل. مليت الرقم البطاقه ودخلنا بقى الطوارئ. على له محاليل، قال لك العلاج ده ما ياخدوش تاني، العلاج دي في ماده بيتحسس منها، وهو اللي عمل في جسمه كله حساسيه على جسمه كله، يعني جسمه كله كان مش عايزه اقول لكم مفيها بقى، والدنيا صعبه جدا. اما تعالى له محاليل الحمد لله قدر الله ما شاء فعل يعني، الدنيا هديت معاه. وتعالى له اكسجين كمان عشان نفسه كان بيروح. اتعمل له واتعمل له 3 جلسات اكسجين والمحاليل. الدنيا لقيت اللي حصل الحمد لله نص ساعه بالظبط، لقيت الاحمرار راح. بس المشكله كان في التنفس عنده، كانش قادر يتنفس. انا كنت خايفه بقى من الرئه تتضخم تتنفخ. هو اصلا عنده حساسيه على صدره، فاهمني؟ ما العلاج ده عمله، وعمل حساسيه جلديه، والحساسيه الجلديه عملت تفاقم. بس انا كنت خايفه من ايه، من الرئه تتنفخ لا قدر الله اي حاجه، فاهمني؟ يغمى عليه الحاجه دي. بقيت قلقانه جدا. بس الحمد لله هي جت على قد كده، الحمد لله الحمد لله نحمد ربنا. ودي بقول لكم يعني، ما كنتش عارفه اصور اي روتينات اي حاجه في اليومين اللي فاتوا. دي اللي حصل يعني ايه مع سيف يعني، الحمد لله. وادعوا له بقى كده، الحمد لله هو بقى كويس الحمد لله، ادعوا له برضك. بس هو الحمد لله كويس دلوقتي، الحمد لله بخير الحمد لله. الدنيا معاه احسن الحمد لله. بس دعواتكم بقى دعوه حلوه كده، ما تنسوش في دعواتكم الحلوه. وتعالوا نرجع بقى روتيننا. معلش دوشتكم، بس انا بقول لكم يعني ايه اللي حصل، لاني ايه ما اليومين اللي فاتوا دول ما كنتش بصور معاكم روتينات وكده، وما كنتش يعني ايه بروق يعني ايه، كنت بروق مع الوش بس كده، غير ملي مش عارفه ايه من الحاجات الخفيفه ديت اليوميه دي. بس الحمد لله نحمد ربنا الحمد لله. عارفه لما يكون واحد حد لوحده مثلا ويجري معاه من المستشفى ومعيش حد يعني من اهلي هنا، ما فيش حد معايا، فاهمني؟ كانت بتبقى صعبه شويه. وجيت 3:30 الفجر، يعني انتوا عارفين الطريق بيبقى عامل ازاي. بس الحمد لله. وكنت طلعت كمان كانوا طالبين مني علاج من بره في في الشارع، من الشارع يعني، كان المستشفى ما عندهاش علاج، لازم ايه، رحت جبت من علاج من بره. كان انبوب كده بتاع الاكسجين برضك، يعني مش عارفه كان ايه، عشان يوسع صدره، عشان كان صدره مكتوم جدا ومقفول، لازم كان ياخد العلاج ده. خرجت يعني بعد ما يعني ما جسمه هدي والدنيا تمام، الدكتور طلبت مني قال لها انت عاجبني العلاج مره، كانت الساعه 2 بالليل، والمستشفى جنبها الصيدليه ما كانتش موجوده، يعني في مكان بقى ابعد شويه، وكنت خايفه اركب توك توك، ومش كنت مرعوبه، فاهمني؟ عارفه لما يكون حد خايف، وكنت خايفه العلاج ما كانش معايا فلوس كفايه. وما رحت لقيت الصيدلي قال لي بمبلغ قليل يعني، كنت مبسوطه، بس انا كنت خايفه اركب توك توك، كان الوقت متاخر قوي، والحته قطع شويه جنب المستشفى، بقيت مخضوضه، فاهمني؟ بس الحمد لله هي جت على قد كده. والحمد لله هو بقى كويس نحمد ربنا، والحمد لله الحمد لله على كل شيء. تعالوا نرجع لروتيننا بقى. تعالوا زي ما انتوا شايفين كده، مسكت غيرت الميل، مسحت السراير بالبخاخه اللي انا حاطه فيها اللي قلت لكم عليه، ومسكت برضه بمسح هنا زي ما انتوا شايفين كده، بمسح الارضيه.
اللهم صل عليك يا حبيبي رسول الله. مسكت مسحت بقى الارضيه زي ما انتم شايفين كده، برمع بقى الارضيه كده من ورا الركنه كده، ويعني ايه عشان ايه الدنيا تبقى نضيفه كده. وصراحه قعدت فتره طويله كتير كتير جدا ما امسحش. كان يعني مستحيل اقعد ال10 ايام ما امسحش كده، لازم كنت لازم يعني ايه كل 3 4 ايام امسح على العتاب، مش عارف ما كنتش بمسح خالص. مسكت بس زي ما انتم شايفين كده مسحت كده، وغيرت برضك المخدات دي رحت مغيراها. غسله البتاع دي غسلت بتوع الركنه دول من يومين. غسلتها برضه كده مسكتها، بس كانت واقع عليها حاجه ورحت مسكتها غسلها. الحافظه دي كنت حاطاها في البلكونه تتهوى شويه. امبارح كان واقع على ميه، رحت سبتها تنشف ورحت فرشها دلوقتي اهيت ما شاء الله نضيفه هي برضه ما فيهاش حاجه. وغيرت هنا الشاش المخدات اللي انتم شايفين كده، وغيرت الملي ركبت الدفايات اهوت، وخليت الاوضه فل ما شاء الله اللهم بارك. هنا بقى خلصتها كده وظبطتها كده ومسحت الشاشه ومسحت البيبان. بصوا خليت الدنيا فله. سبت الشباك عندي بقى بصراحه الاوضه دي بسيب الشباك مفتوح على طول، ما يجيش الا قبل المغرب بشويه كده اروح مضلماه من الدب عشان ما فيش ما يكونش فيه دبان ولا اي حاجه. لان تبقى بتدي هوا كده وطاقه ايجابيه. والعيال في الدرس يعني عبد الله يعني عيالك الصغيرين في المدرسه، والعيال الصغار هيروح الكبار هيروح الدرس بعد شويه يعني. الوقت ده سبت الاوضه وقلت تتهوى كده وتدي طاقه ايجابيه الدنيا. واقول لكم هنا بديكم جوله في الاوضه بعد ما خلصتها اهيت، مالكوش دعوه بالبخاخه دي. هنا بقول لكم نضفت الرف هنا ومسحت الشاشه وخلصتها اهيت والدنيا فله اهيت. ورتبت الكتب بتاع الاولاد، وهنا ودخلت بصوا الاوضه بقت تشرح كده ما شاء الله يعني. ودخلت هنا كمان على البلكونه كده، هو بقول لكم هنا البطاطين. البلكونه كانت نظيفه بصراحه، كانت الجو منطر من كام يعني من كام يوم يعني، وكنت مسحاها ومنضفاها يعني، ومغيره الفرشه بتاعتها كانت برضه كانت مظلمه وعملتها يعني. جيت بالليل عملت بقى صينيه بطاطس كده بطاطس صينيه فراخ بالبطاطس. هي تحفه ما شاء الله اللهم بارك جميله جدا. اهيت قولوا معايا. وشويه رز وكان بألف هنا. ودي كان روتنا النهارده، يا رب يعجبكم. لو استفدتوا من اي حاجه وخدت طاقه ايجابيه ولا اي حاجه ما تنسوش اللايك، احلى عليا في الدنيا. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله.